رامي من المراعي، جديد وطبيعي لذيذ. سائل الأواني آجل يهنيك ويحافظ على يديك. آجل اللي يهمنا هو انتوما. آدم جئنا ومن حواء الرحمة وأجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل. ما زلنا مع موضوع الذوقيات، لأن الذوقيات هي علامة من علامات رقي الإنسان وأصل من أصول الحضارة. يقول أستاذ الفكر والحضارة الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله أن الحضارة في اتجاهها لابد لها من أمرين: المبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي. اليوم راح نتكلموا على ذوقية من ذوقيات الجماليات اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة صحراوية قبل 14 قرن، وكانت عند جدودنا وعند ناس زمان، ولكن للأسف الشديد الآن بدأت تروح شوية. كثيرا ما يستاء من منظر النفايات المتراكمة هنا وهناك وحتى خارج الأوعية المخصصة لها. هنا بحي بروسات ببلدية حسينداي، إحدى أعرق بلدية العاصمة، المنظر فعلا مقلق. نفايات متراكمة بشكل كبير وأمام الحاويات المخصصة لرميها، وضع غير عادي أرجعه العديد من المواطنين إلى عدم احترام السكان لمواعيد الرمي والأماكن المخصصة لذلك. من ذوقيات النظافة أولا عدم البزاق على الأرض. رجاء الإنسان يخلي الأرض نظيفة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فما بالك لو كان الإنسان هو من يلقي هذا الأذى في الطريق. ثانيا الإنسان يحاول ما استطاع أنه ما يرميش العلك دياله. ممكن الإنسان يأكل شوينغوم ولكن ما يخليش في الأرض، لأنه كثير من العصافير كانت تحسب أن هذاك العلك عبارة عن حبات قمح فأكلتها فاختنقت بها وماتت. من الذوق أيضا أنه الإنسان ما يرميش تذاكر النقل في القاعة. ممكن الإنسان يخرج من المترو ولا يخرج من الحافلة والتيكي هذاك يرميه في القاعة. من الذوقيات أيضا السجائر. يعني ما كان نقول لكم باللي السجائر مضرة وممكن تسبب لك السرطان وفيها كثير من المشاكل، ولكن إذا حبيت تضر روحك رجاء هذاك العقب تاع السيجارة لما تنهيها ما ترميهش في الشارع. أيضا من الأمور المهمة أيها الكرام، وهذه تتعلق بإخواننا عمال النظافة، لابد أن نراعيهم ولابد أن نساعدوهم في أداء المهمة ديالهم. كثير من الحوادث وقعت لإخواننا بسبب ماذا؟ أنه بزاف الزجاج جرح لهم يديهم، حتى البعض تسبب لهم في قطع العروق ديالهم. من الذوقيات ومن التربية أيضا أيها الكرام، لا ننادي على عامل النظافة زبال حاشاكم، لأنه نحن في حقيقة الأمر من يرمي الأوساخ والزبل هدايا. عامل النظافة هو يقوم بتصليحها. تصوروا لو أنه هذا عامل النظافة يضرب لمدة أسبوع فقط، كيفاش راح تولي بلادنا؟ كيفاش راح تولي حومتنا؟ كيفاش راح نقدروا نعيشوا؟ وشنو هو الهواء اللي نستنشقوه؟ وشنو هي الأمراض اللي ممكن نتعرضوا لها؟ هو يعمل من أجل نظافتها، ونحن على الأقل يعني نحترموه حتى في التسمية، نتعاطف معه. ممكن إذا قدرنا أحيانا نعاونوه بكلمات، أحيانا بهدايا، أحيانا نوفروا له الأكل، أحيانا في فصل الصيف نعطيه له قرعة ماء باردة، لا لشيء إلا لتقديرنا له. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كانت هناك امرأة، هذه المرأة كانت تقوم على خدمة ونظافة المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقدها، جلست مدة وما شافهاش، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يهتم لأمرها، فلما سأل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله المرأة هذه ماتت.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أفلا آذنتموني؟ علاش ما قلتوا ليش؟ كيفاش ماتت وما بلغتونيش؟ لكأن القوم يعني صغروا أمرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. هنا الصحابة وجهوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله هنا قبرها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى قبرها وصلى عليها ودعا لها بالرحمة والمغفرة. هذا إن دل على شيء أيها الكرام فإنما يدل على تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفئة من الناس، تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لعمال النظافة. من ذوقيات النظافة أيضا مراعاة النظافة الشخصية. كل ما يتعلق أعز الله وقدركم بنظافة الأذنين، الأظفار، تهذيب الشعر، اللحية، وحتى يعني في فصل الصيف كلنا يعرق، ولكن رائحة العرق أحيانا في وسائل النقل العامة ممكن تأثر على الناس. يعني لو الإنسان يستعمل مزيل تلكم الرائحة وبعض العطور والطيبات راح تكون من الذوقيات المهمة جدا في حياتنا. كامل نحبوا نحوسوا، ما كاش اللي ما يحبش يروح لمكان تاع منتزه او فسحه، يا اما يكون غابه، يا اما يكون البحر، يا اما يكون بارك تاع العاب وين ندوا اولادنا، ولا احنا ايضا نقدروا نروحوا نريحوا فيه شويه. من الذوقيات رجاء لما نذهب لهذه الاماكن اتركوا المكان افضل مما كان. اذا كلينا، اذا لعبنا، اذا شربنا، رجاء نعود نضم كامل أغراضنا، نضعها في كيس ثم نضعها في المكان المخصص للقمامة أعز الله قدركم. لأنه لو نعود نولوا لهذه الأماكن نحب نعود نريحوا مرة واحدة أخرى نلقاو هذه الأوساخ والفضلات. أول حاجة الريحة ديالها تضرنا، ثاني حاجة تأثر على البيئة وربما على الحيوانات، ثالث حاجة المنظر ديالها مشمئز ومقزز. وليس من الذوقيات أنه الإنسان يكون في أماكن متسخة. وهنا رسالة للأولياء ورسالة للمشرفين. أيها الأولياء الكرام أنتم قدوة، كي يشوفوكم أولادكم تحافظوا على البيئة وتحافظوا على الطبيعة وعلى النظافة وعلى الجماليات راح هذا الشيء ينعكس عليهم هما في الصغر ويخليهم مربيين مع أنفسهم أولا في أسرتهم، في مدرستهم، مع جيرانهم، في المحيط ديالهم، وحتى في تربيتهم لأولادهم. وهنا أيضا كاين ملاحظة للأسف الشديد، أحيانا نجد سيارات غالية في السومة فارهة وثمينة جدا، والناس اللي تسوقها يعني ناس مرموقين، ولكن تلقاه يرمي قارورة فارغة متاقة، ولا تلقاه يرمي كارت بعد ما كلا. هذا ليس من الذوقيات وليس من الأدب. رجاء اتركوا المكان أفضل مما كان. ما دام اتفقنا على أن الذوقيات علامة من علامات رقي الإنسان وهي مقياس التحضر دياله وحضارة أي مجتمع وأي أمة، من ذوقيات الاحترام. وهذه ملاحظة كثيرا ما نشهدها ونعيشها خاصة في النقل العمومي. تلقى الناس خارجة ولا واحد يفسح لها الطريق، الناس اللي راهي حابة تطلع راهي مقلقه وراهي مزروبه. فهموني برك، هذا الانسان اللي راه حاب يطلع للحافله ولا حاب يطلع للمترو ولا حاب يطلع للترامواي، كيفاش يطلع والناس ما خلاهاش اصلا تهبط؟ من الذوقيات ان نسمح للنازلين اولا بالهبوط. لما الناس تنزل في راحتها وتكون مرتاحه راح يفرغ مباشرة النقل وراح تفرغ الوسيلة، التم أنت أصعد براحتك. ومن الذوقيات أيضا أنه الإنسان إذا طلع وحكم بلاصة، إذا جاء شيخ ولا عجوزة ولا امرأة، خاصة إذا كانت حامل ولا إنسان ربما يكون مريض شوية، من الذوقيات أن نفسح له المجال وأن نفسح له المكان. الأناقة ليست في اللباس فقط، ولكن هناك كلمات أنيقة وحديث لبق. رجاء من ذوقيات الاحترام نعرفوا نخيروا كلماتنا، نشبحوها، نلبسوها. يا ريت لو تسود في مجتمعنا كلمات شكرا، يعطيك الصحة، من فضلك، لو سمحت، رجاء. هذه الكلمات كلها راح تزيد من الود وراح تزيد من القرب وراح تزيد من الرقي تاع الإنسان. وكل إنسان نعملوه على حسب الأهمية والمكانة ديالو. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا أنزلوا الناس منازلهم في حديثنا مع الوالدين.
وشنو هي الذوقيات وشنو هي العبارات اللي نختاروها في حديثنا مع المعلمين، وشنو هي الذوقيات وشنو هي العبارات اللي نتعلموها في حديثنا مع كبار السن، مع المسؤولين ديالنا. كل إنسان لازم نعطوا له قدره. من الذوقيات العامة أيضا أيها الكرام التي تدل على أن هذا الإنسان إنسان راقي ومحترم عدم البزاق على الأرض. رجاء أحيانا نطلعوا الدروج، الإنسان يكون عيان مهبط راسه يلقاهم هكذاك بلاكات في العمارة، وأحيانا في الطرولي آخر أمور مقززة، يعني تعيف لهذا الدرجة. احنا ما نراعيوش هذه الذوقيات، فهذه نقطة مهمة جدا. من الذوقيات أيضا أيها الكرام رجاء، وهذه أمر مهم فيها للغاية، عدم التمخط. مش حاب يقول عدم التمخط، الإنسان ممكن تحكمه الله قريب، ولكن لما يجي يخرج هذاك الماء اللي في أنفه يعني ما يكونش بصوت مرتفع وأمام الناس، يحاول كيفاش يخبي روحه شوية، يقلل من الصوت هذاك مراعاة لمشاعر الناس ولنفسيتهم. من الذوقيات أيضا أيها الكرام، وهذا أمر مهم جدا، عدم التجشؤ. الإنسان ما يتقرعش بصوت عالي. أحيانا تكون في مطعم ولا في قرقوتي تروح تاكل فتجد كل الغازات الملتهبات تخرج ربما في ودنك. رجاء من الذوقيات الإنسان يحترم المشاعر تاع الناس اللي راهم معاه. من الذوقيات أيضا عدم التثاؤب، وإن غلبك ادفعه، وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن ندفعه باليد اليسرى. هذه كلها من الذوقيات اللي تخلي الإنسان محترم وإنسان راقي. من الذوقيات أيضا أيها الكرام أنه الإنسان ما يديرش رجل فوق رجل مع إنسان ممكن يعتبر باللي هذه الجلسة فيها نوع من تقليل الاحترام ولا فيها نوع من التعالي أو التكبر. إذا راعينا هذه الذوقيات راح يكون عندنا رقي في نفوسنا، في أسرنا، وفي مجتمعاتنا. من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا. رم من المراعي جديد وطبيعي لذيذ. سائل الأواني آجل يهنيك ويحافظ على يديك. آجل اللي يهمنا هو انتوما. تعرف بالقدرة على الفعل، بالاستطاعة على التجاوز. هي توجد بتعدد في الطبيعة كالأسطورة الضائعة، محددة لتميز حليبنا والتي نسميها بالقوة. الحليب لرامي، حليبي قوتي. والآن رامياب القوة بالشوكولا. قوة التنظيف لسائل الأواني آجل ما فيهاش شك. تسمح لي بالحصول على لمعان مثالي ممزوج برائحة مثيرة. سائل الأواني آجل يحمي يدي بفضل الفيتامين أو. يدي اللي في كل الأوقات لازم يحتفظوا بجمالهم. سائل الأواني آجل يهنيك ويحافظ على يديك. آجل اللي يهمنا هو انتوما.